الله لا يدفع رواتبكم. إذا كنت مسلما حاول ألا تكون صينيا، وإذا كنت مسلما صينيا فتأكد ألا تكون من الإيغور. تعرف على أوضاع المسلمين في أقصى بقاع الأرض. انتقل الإسلام إلى غربي الصين أواخر القرن السابع الميلادي عن طريق البعثات الدينية ثم بالفتوحات العسكرية، لتتأسس قاعدة جديدة للإسلام من منطقة كانت تعرف بتركستان الشرقية. وظلت هذه المنطقة جزءا من العالم الإسلامي حتى غزو الصين لها عام 1759 ثم عام 1876. قاد مسلمو تركستان الشرقية عدة ثورات مسلحة لنيل استقلالهم، أخفقت بعضها ونجحت أخرى في إقامة دولة مستقلة على غرار ثورتي 1933 و 1944. لكن مع قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949 أصبحت تركستان الشرقية جزءا من أراضي الصين، وأطلق عليها بشكل نهائي اسم شينجيانغ. يبلغ عدد سكان الصين 1,300,000,000 إنسان، ينتمي 92% منهم إلى عرق الهان. أما المسلمون فيبلغ عددهم حوالي 23 مليونا وفق الإحصاءات الرسمية، ينتمون إلى 10 أعراق بينها شريحتان كبيرتان جدا: الهوي الذين يتحدثون الصينية، وهؤلاء لا يشكلون أي مشكلة لدى الصين، فهم موالون سياسيا ومبعثرون جغرافيا ولا يطالبون بالاستقلال. والإيغور الذين يمثلون مشكلة الصين وأرقها الدائم، هؤلاء يتحدثون لغة تركية ويطالبون بالاستقلال. سياسات الصين تجاه المسلمين. بعد قيام جمهورية الصين الشيوعية عام 1949 أضحى ترويج الإلحاد سياسة عامة للدولة تجاه الأديان، وعليه اتبعت الصين عدة سياسات في التعامل مع المسلمين. فكانت مرحلة المهادنة والإرضاء بين عامي 1949 و 1958، ثم مرحلة تحويل الهوية الإسلامية إلى هوية شيوعية عبر موجة العنف الأولى بين عامي 1958 و 1966. ثم لم تفلح تلك السياسات تماما، فبدأت الدولة تعطيل الشعائر الدينية ومنع الحج وإغلاق المعاهد الإسلامية. أما المرحلة الأخطر فجاءت مع انطلاق الثورة الثقافية ما بين عامي 1966 و 1976، فقد جرى ضرب رجال الدين وحرق المصاحف وتدمير المساجد وإغلاقها. ويقال إن في بكين كلها لم يبقى سوى مسجد واحد ليصلي به الدبلوماسيون. وفي شينجيانغ تركستان الشرقية جرى تدمير وإغلاق 97% من المساجد، لينخفض عددها من 20,000 إلى أقل من 500. ومع نهايات السبعينيات وبالتوازي مع الثورة الإسلامية الإيرانية وبدايات الجهاد الأفغاني جاءت مرحلة الصلح، فقد أعلنت الصين احترامها لمكانة جميع الأديان، وأعادت فتح أكثر من 1900 مسجد في شينجيانغ وحدها، بل وساهمت بنفقات إصلاح بعض المساجد، وأعادت بعثات الحج والعطلات الإسلامية. وكانت هذه المرحلة بداية العصر الذهبي لمسلمي الهوي. تتعامل الصين مع مسلمي الهوي على أنهم المسلمون الحقيقيون، تمنحهم كل الحريات الدينية التي يريدون. ووصل عدد المساجد في الصين بفضلهم إلى 35,000 مسجد. أما الإيغور وبقية الأقليات التي لا تعرف تحدث الصينية جيدا وتنتشر في الغالب بإقليم شينجيانغ، فتفرض عليهم الصين رقابة صارمة وتمنعهم من أبسط حقوقهم. وأخذت حملات القمع بحقهم تتصاعد منذ أحداث 11 من سبتمبر أيلول 2011، فقد توفرت بيئة دولية تتسامح مع أي عنف في مواجهة الإسلاميين. يحظر على الإيغور النقاب وإطلاق اللحى وأحيانا الحجاب، ويجبرون بشكل دوري على تسليم المصاحف وسجادات الصلاة للسلطات المحلية خوفا من اكتشافها ومصادرتها خلال عمليات الدهم والتفتيش. كما أن الصيام تم منعه مرارا في المدارس العامة والمؤسسات الحكومية. وفي عام 2015 أجبر أئمة المساجد على الرقص في الشارع بحجة أن الله لا يدفع رواتبهم. جوازات السفر تعد حلما لمسلمي الإيغور،
أما أصحاب محلات السلع الغذائية فعليهم بيع الخمور والسجائر خوفا من إغلاق مصادر رزقهم. وإذا دخلت مسجدا في شينجيانغ فقد تجد لافتة تحذر من دخول أي شخص تحت سن 18 عاما. فالحكومة الشيوعية تتعامل مع إسلام الإيغور كما تتعامل منظمة الصحة العالمية مع التدخين، فلا يحق لك أن تمارس عبادتك قبل بلوغ سن الرشد. تنسحب الممارسات العنصرية أيضا على النواحي الاقتصادية، فالإيغور لا تعليم لهم ولا توظيف بحجة أنهم غير مؤهلين ولا يعرفون الصينية جيدا. إقليم غني لشعب فقير. تصنف الصين إقليم شينجيانغ كمنطقة خاصة تتمتع بحكم ذاتي نظريا، وهو إقليم صناعي يشكل سدس مساحة البلاد ويساهم بقدر كبير في ثروتها، ففيه حوالي 80% من إنتاج الصين النفطي و90% من إنتاجها من اليورانيوم. لكن غنى الإقليم لا يعود بالخير على المسلمين الإيغور، فالهان الذين بدأت الصين بتوطينهم في شينجيانغ منذ تسعينيات القرن الماضي هم الذين يعيشون الرفاه الحقيقي. وبفعل سياسة إغراق الإيغور ببحر من الهان يكاد يصبح الإيغور أقلية في أرضهم التاريخية، ليشكلوا 50% فقط من سكان الإقليم مقابل أكثر من 40% للهان الذين كانوا يشكلون في السابق 10% فقط. المقاومة لنيل الحقوق. وسط هذا الواقع المؤلم يلجأ الإيغور إلى المواجهة أحيانا، فقد شهد شينجيانغ ما بين عامي 2008 و2013 21 حادثة عنف كبيرة، بينها خطف للطائرات وهجوم بالسكاكين وتفجيرات انتحارية. في المقابل يفضل بعض الإيغور الهرب من بلدهم والعيش مسالمين في بلاد أخرى أو الالتحاق بجماعات متشددة تنتشر حول العالم. وفي سياق محاولات السلطة كبت الهوية الدينية تتنامى مقاومة فكرية سرية من خلال المدارس الإسلامية التي تزدهر تحت الأرض بعيدا عن أعين السلطات. الإسلام في الصين عبارة عن إسلامين: إسلام ترضى عنه الصين ويخضع لسلطتها الكاملة، وإسلام لا يمكن كبحه بسهولة فيحل عليه الغضب. يبحث الإيغور عن حقهم في الاستقلال والحياة كما يريدون، لكن تحل عليهم لعنة ثروة إقليمهم الباطنية التي لن تتخلى عنها الصين في سياق صعودها كقوة اقتصادية عظمى. وبعد 1300 عام من دخولهم الإسلام كما خرج من جزيرة العرب، يبدو أن خيارهم الوحيد هو دخول في الإسلام كما تريده الصين بعيدا جدا عن عالم إسلامي مليء بالفوضى والصراعات. فهل يتخلى الإيغور عن مطلبهم بالاستقلال، أم أنهم سيقفون وحيدين في مواجهة أقوى السلطات البوليسية في العالم؟